انتخابات حامية ونتائج قلبت الموازين في محافظة ديالى. بلغت نسبة المشاركة في محافظة ديالى 57%، ما يدل على تفاعل متوسط مقارنة بالمحافظات الأخرى. المحافظة خصصت لها 14 مقعد في البرلمان العراقي، من بينها 4 مقاعد مخصصة للنساء. جاء تحالف منظمة بدر في الصدارة بعدد الأصوات 105,000 صوت، ما جعل أبرز الفائزين في ديالى. حلت بعدها حركة تقدم ب100,000 صوت، مما يؤشر إلى تفوقها أيضا ضمن المنافسة في المحافظة. وأيضا حقق تحالف السيادة الوطني حوالي 77,000 صوت، وحلف المرتبة الثالثة على مستوى المحافظة. تحالف عزم العراق وحلفائه حصلوا على نحو 54,000 صوت، ما يدل على حضور قوي لكن أقل من القوائم الأوائل. من الملاحظ أن بالرغم من التنوع العرقي والديني في ديالى لم يسجل فوز واضح لكبرى القوائم الكردية في المحافظة. هل تعتقد أن نتائج الانتخابات في ديالى كانت متوقعة أم مفاجأة؟ اكتب لي بالتعليقات.